في طاولة رمضان ضروري ما نوجدو لي نيم والبريوات، ولكن للاسف الورقه ديال البسطيله ماشي ديما كتكون متواجده عندنا. اليوم غادي نشارك معك الورقه ديال البسطيله بتحضير جد مبسط بجوج مكونات وناجحه من اول مره، ساهله في التحضير ديالها، تحضريها في اخر لحظه. حشوه اللي هي اقتصاديه بنينه بزاف وصحيه. تابعي معايا الفيديو، ما تنسانيش من لايك، اشتراك في القناه الا كنتي جديده، واكيد كملي معايا الفيديو حتى الاخير. خلي لي تعليق زوين بحالك باش دائما يوصلك الفيديوهات ديالي. وغادي نبداو بالحشوه اللي تنفعك بزاف، المملحات، البطبوط، اي مملحه بغيتي تعمرها ممكن تعمرها بهاد الحشوه، كتجي بنينه بزاف وصحيه حيت فيها الخضره. اول حاجه خديت بصله كبيره اللي قطعتها مربعات، درتها في واحد المقيله، زدت ليها شويه ديال الزيت شويه ديال الملح، وغادي نخلي البصله تشحر حتى تنزل شويه، اللون ديالها بحال يذهب واحد شويه، وعاد غادي نزيد عليها سطر ديال الدجاج او لا لدانت اللي كان عندكم، غتقطعوه مربعات صغيره وكتضيفوه على البصله. غادي نخلي السطر ديال الدجاج حتى هو يتشحر مع البصله، النار اللي هي مرتفعه باش السطر ديال الدجاج يعني يتقلى، ماشي يطيب يطلق داك الماء ديالو ويقسح، لا، النار اللي هي مرتفعه باش يتقلى البصله مزيان مع السطر ديال الدجاج. من بعد غادي نضيف الخضره اللي تبغيو واللي عندكم. انا درت قرعه يعني كورجيت خضراء، درت خيزو محكوكه، درت فلفله حمراء مقطعه مربعات، ممكن ديروا فلفله الوان اللي عندكم. الا كان شي حاجه ما عندكمش في هذه الخضره ممكن تستغناو عليها. صافي غادي نخلي هاد الخضره تشحر تنزل واحد شويه، ومن بعد غنضيفو التوابل. بالنسبه هنايا خديت شويه ديال شوربه فيرميسيل، درتها في الماء اللي هو سخون، غادي نخليها تطلق. غادي نبدا نضيف التوابل من بعد ما نزلت لي الخضره. غادي نضيف شويه ديال الخرقوم، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره اختياريه طبعا. ودائما انا كنضيف القزبر يابس هكا في الحشوات. انا درت توابل شويه شويه من كل حاجه على حسب الكميه ديال الخضره اللي عندي. ممكن نتوما تكتروا ولا تقلوا، هي راس معلقه راه كافيه، ما نكتروش بزاف التوابل في الحشوه. ضفت فيرميسيل من بعد ما استقطرتها وقطعتها بالمقص. ضفت شويه زيتون خضر مقطع، وضفت معلقه ديال لاموطار، معلقه ديال القشطه الحاره الا كتبغيو الحار كيجي زوين في هاد الحشوه. وغادي نضيف معلقه ديال الصوجه، معلقه حتى جوج معالق الا كانت عندكم الصوجه خفيفه. هاد المكونات مثلا المطار الصوجه كيخليو هاد الحشوه تجي بنينه بزاف. كما قلت لكم تعمروا بها البطبوط، تعمروا بها اي مملحه، مسمى المعمر في الفران كذلك. اي مملحه بغيتو ديروا بها الشوصو، المهم اي مملحه كتجي بنينه بزاف بزاف، ما كتجيش باينه الخضره نهائيا ان فيهم الخضره. يقدروا ياكلوهم الكبار والصغار ما كيحسوش. هنايا غادي نحتاجو التعليكه. غادي نضيف انايا 3 ديال الفرماجات مثلثين، وممكن تضيفوا اي جبن كان عندكم. حتى الجبن كريمي ديال لي بوط هما ضيفوه، جبلي مثلا ضيفي واحد المعلقه، والجبن محكوك عفوا الفرماج محكوك اولا موتزاريلا اولا الفرماج حمر اللي كان عندك. المهم الفرماج كيعطيها التعليكه لهاد الحشوه اللي كان عندكم ضيفوه. ما كانش عندكم ممكن تعوضوه واحد 2 معالق ديال الياغورت طبيعي. ضيفوا هنايا حتى واحد المعلقه ديال القزبر والمعدنوس اللي كان عندكم طري، كيعطيها واحد البنه زوينه. وهي الحشوه ديالنا دابا نبقى نشحرها مزيان حتى تنشف، يعني بما ان غادي نعمروا بها ورقه ديال البسطيله، دونك خص الحشوه تكون ناشفه مزيان. غادي نخليوها تبرد ونمشيو باش نحضروا الورقه. عندي هنا كاس ديال الماء مع كاس ديال الدقيق. قياس ديال الماء هو قياس ديال الدقيق، يعني نفس الكاس انا كاس ديال العنبه، يعني نفس العبار وصافي. 100 غرام ديال الدقيق، 100 ملل ديال الماء وهي غاديه. درتو 2 كيسان ماء، ديروا 2 كيسان ديال الدقيق، الكميه كتبقى نتوما شحال ما بغيتو ديروا. غنضيفوا شويه ديال الملحه، وغادي نضيفوا معلقه ديال الزيت. صافي غادي نخلط مزيان هاد الدقيق مع الماء. ممكن تخلطوا غير بالخلاط اليدوي ولا هكذا في شي اناء، ماشي مشكل. انا غير بغيت نسهل عليا ودرت هكا في الخلاط المونينيكس. تخلط مزيان هاد الدقيق حتى يرجع لي بحال تقريبا بحال البغرير، غير هو خفيف عليه واحد النقيطه، واحد النغزه وصافي. غادي تصفيوه وتبداو تخدموا به. ماشي ضروري تخليوه يرتاح، الا كان عندكم الوقت تخليوه يرتاح، اصلا ما فيها لا خماره لا والو، يعني ما غتخافوش تخمر ولا شي حاجه. بغيتو بحالي انا كنبدا الخدمه ديريكت، كنبدا نطيبهم. كنطيبهم على البخار، كندير واحد الكاسرونه من تحت فيها الماء، وكندير فوق منها المقله صافي، وكنبدا نطيب. ممكن ندير بهذه الطريقه اللي وريت لكم. كنفرغ في المقله وكنخرج هذاك الشيء اللي زايد، يعني كنولي نخوي داك الشيء اللي زايد. كندير واحد الطبقه اللي هي رقيقه بزاف.
الا لاحظتوا البنات راه كتجي رقيقه بزاف، حتى يدي راه كتبان تحت منها كتجي رقيقه. الا لاحظتوا كتجي زوينه بزاف. ممكن ديروا مقله كبيره ولا صغيره، ممكن ديروا بحال انا كندير جوج مقالي، كنبقى نطيب بجوج باش يسهل عليا في الساعه نساليها. كنعاود بنفس الطريقه، كندير بحال هكا. لاحظتوا ما نكثرش بزاف، كندير واحد الكميه قليله، واللي زايد كنرجعو، ما كنخليهش، كنخليها تستقطر مزيان المقله، وكنديرها على البخار حتى كنشوفها من الجناب هي من الجناب من كطيب بحال كتعلى صافي. كنحيدها بكل سهوله، غير كتحيديها كتغطيها، ضروري كنغطيوها. كتغطيها بكيس بلاستيكي، وكتزيدي عليها واحد سربيسه تكون نقيه باش تبقى لك طريه. وضروري اي وحده ساليتوها دهنوها بالزيت. انا هنا كانت عندي غير شيته وحده كنت كنستعملها، كنت كندير بها، نوريكم شنو كنت كندير بها. وما كنتش ندهنهم بالزيت وخليتهم حتى جمعتهم كاملين، عاد بديت ندهن وحده بوحده. اما نتوما من تكونوا طيبوا اللي ساليتوها دهنوها ودوروها فوق اختها وغطيوها، وهكذا حتى تكملوا الكميه كامله. كتجيكم سهله في الخدمه ديالها صراحه، وكتجي زوينه تفيدكم بزاف. تحتاجوها هكذا في الانسان بعض المرات كيكون محتاج الورقه صعيب عليه يمشي يجيبها، ما تكونش متوفره عنده، دونك يديرها في الدار. راها زوينه بزاف وعمليه سورتو في رمضان. كنت جربت بزاف الطرق ديال ورقه البسطيله صراحه، وكنرجع حتى لهاد الطريقه اللي هي قديمه ولكن زوينه بزاف، كتعطي نتيجه احسن وسهله في الخدمه ديالها، ما فيهاش المكونات. انا غادي نغطيها بكيس بلاستيكي طبعا، هنا عندي السلوفان ونخليها. بالنسبه لي البنات من الاحسن تخدموا بها في نهارها، ما كتبقاش بزاف باش ما تضيع لكمش. الطريقه الثانيه اللي كنت كنديرها، انا كنت كندير بجوج طرق، بجوج كنديرهم، وكتعجبني هاد الطريقه بزاف. الناس اللي كيديروا الطريقه الاولى كتجيهم الورقه غليظه، استعملوا هاد الطريقه، استعملوا الشيته يعني هاد البانسو، وكتبقاي ديري هكذا طوري على المقله كامله. البلاصه اللي بانت لك ما فيهاش العجين غادي ديري فيها شويه ديال العجين، وهكا كتجيك رقيقه بزاف وكتجي زوينه. ممكن كيما قلت لك ديري جوج مقالي. مثلا انا كندير في هذه، نخليها طيب يعني في الساعه كطيب، نمشي نوجد الاخرى، ما نجي نوجد الاخرى نلقى هذه عاوتاني طابت، كنحيدها في الساعه كنسالي. واللي ساليتها كندهنها بالزيت، ضروري دهنوا بالزيت ما بين وحده وحده باش ما يلتصقوش لكم وباش تجيكم طريه. وضروري ما تغطيوها مزيان بكيس بلاستيكي لانها كتيبس. هذه الطريقه اللي كندير بالشتاء، ممكن ديروا حتى بمونجا الا كانت عندكم. المهم اي حاجه كتساعدكم انكم ديروا بها بحال هكذا. غير واحد الملاحظه للخليط ديالكم، من ديروه بالبانسو غديروا شويه ديال الدقيق، تقريبا واحد المعلقه ديال الدقيق، يعني الخليط كيكون شويه ثقيل، كيكون شويه ثقيل على الطريقه الاولى اللي كنفرغ يعني في المقله ديريكت. من بعد ما كنسالي كنطيبهم، كندهنهم بالزيت كيف ما شفتوا. غادي نقسمهم على جوج، يعني كنقسم في النص وغادي نبدا نعمر. انا غادي نديرهم بريوات، بغيتو ديروهم لينيم يعني صغار ممكن، يعني هذه بحال ورقه ديال البسطيله شكليها كما بغيتي. بغيتي ديريها بسطيلات صغار ممكن. بالنسبه للشكل ديال البريوه غادي نوريكم كيف ما موضح هو في الفيديو. انا كنقسم غير على زوج، ممكن ديروهم هكا شرائط صغار على تقريبا 5 سنتيم. انا بغيت نديرهم بحال هكا، نقسم على جوج باش نديرهم شويه كبارين وما نتعذبش بزاف. نتوما عارفين في رمضان ما كنبغيوش نوقفوا بزاف. انا غادي نسد انايا بالدقيق والماء، ممكن تسدوا بالبيض والبيض، ولا ممكن بلا ما تسدوا حتى بشي حاجه. الا كنتو تدخلهم للفران ما كيتحل ما والو، ما تعياوش معاهم. الا كنتو غادي تقليوهم هي اللي ضروري خصكم تسدوهم. هنايا كنطوي عليه هذيك الجهه اللي خليناها في الجنب. كندير واحد المثلث، الا لاحظتوا كندير واحد المثلث في الاول. هذاك المثلث اللي كنخليه شايط هو اللي كنسد به، كنردو على الحشوه، كنوزع الحشوه على هذاك المثلث، عاد كنبدا كندور وانا مزيره شويه، كنزير واحد شويه ماشي بزاف باش ما تقطعليش الورقه. وكنبقى متبعه غير هذاك المثلث، مره يمين مره يسار كما واضح في الفيديو، يعني راه واضحه الطريقه اكثر مما انا نشرح. صافي داك الشويه اللي كيبقى لي كندير فيه شويه ديال الدقيق وكنحشيه لداخل كيف ما لاحظتوا بحال هكا. صافي كنخليها على جنب حتى كنسالي الكميه كامله. نعاود لكم نفس الطريقه. البنات اللي ما واضحاش لهم الطريقه تعاودي غير الفيديو اولا تبطئيه وتبقاي تشوفي غير بلاتي، راه غادي تجيك الطريقه سهله. من بعد البنات انا غادي ندهنهم بالبيض وغادي ندخلهم للفران. ممكن دهنوهم بالزبده ولا بالزيت ماشي مشكل. صافي وكتدخلهم للفران، النار اللي هي مهيله حتى يطيبوا على خاطرهم. كيتحمروا من تحت كنزلهم عاوتاني من تحت باش يتحمروا عاوتاني من الفوق،
وكنخرجهم بالصحه والراحه. كيجيو مقرمشين بحال انك خدمتيهم بورقه ديال البخار اللي كتباع. كيجيو لذاذ بزاف، سيرتو الحشوه. انا بغيت نعطيكم الحشوه، ممكن تخدموا بها بزاف ديال المملحات كيف ما قلت لكم. نتمنى الفيديو يرقكم. هاد الوصفه كنت درتها في الفطور ديال رمضان، طاوله ديال رمضان، وما حطيتش الفيديو تما، درته منفصل. الا بغيتوا الوصفات اللي كاينين في هاد الطابله كاملين راهم كاينين في القناه، حطيت الفيديو قبل من هذا. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.